ولد تركي يجلد بنت بعد ما غلطت عليه. طيب ايش القصة؟ تعالوا اقول لكم. Allah. Eğer Türkiye bu çocukları bu hale هذا مقطع منتشر اليومين اللي راحوا بشكل كبير لهذا الولد التركي واللي عمره 13 سنة واسمه ليفاي. وليفاي هذا طلع في أحد المقابلات بأحد الشوارع العامة بتركيا، وكان يتكلموا فيها عن الإسلام، عن الشريعة، وعن الحكم الدستوري بتركيا. وفي أثناء كلامه كان يقول أن الحكم هذا غلط والمفروض أن نحكم بالدستور الإسلامي والشريعة الإسلامية ومن هذا الكلام. وفجأة وبنص كلامه جتها بنت من وراه وقاعدة تسفل فيه قدام الكاميرا، وكانت تقول له انك صغير بالعمر، المفروض انك تلعب في بيتكم وتبعد عن هذا الكلام لان هذا الكلام للكبار، ويعني كانت تجلده. وبعدها الولد لف وجهه وما كان يبي يشوف لوجهها لانها ما كانت متحجبه، لكنها كثرت كلامه وبعدها مسك نعاله ورماها على وجهها. طبعا بعد ما كفخها شوي البنت شردت وراحت وهي تصيح لامها. في رايكم اللي سواه ليفاي هو الصح ولا زودها شوي؟ اكتبوا لي رايكم بالكومنت، واللي بالمقطع كامل يكتب سبب الخاص وتلقونه بالتلي. لايك وفولو، تحياتي.